السلام عليكم خياتي، وش راكم؟ صحة فطوركم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم هذا طاجين الحلو، جا بزاف بنين، جا ما شاء الله. جبته لكم بمقادير مضبوطة بإذن الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت لكم هذا الطاجين جاني عاقد، الله يبارك. كما راكم تشوفوا لاصوص يجي بزاف شباب وسهل التحضير، كما تعرفوا تم يوجد معاكم. وشنو نعطيكم بعض النصائح باش تجيكم لاصوص عاقدة وما تتحجرش معاكم. شوفوا كيفاش جا، الله يبارك يا البنات. واش نحكي لكم؟ بزاف شباب، تقدروا تخدموا هكذا كونتيتي كيما انا وتخليوه كي تحبوا تجبدوا هكا بطبيسي، ولا غير روعة يا البنات. خير من كل يوم طيبوا شوية. يلا نبداو بسم الله على بركة الله. الحاجة الأولى نجيبو طنجرة البنات اللي نديرو فيها السكر تاعنا. البنات اللي راهي متواصلة معايا في الفيديو نقولك أختي ديري جيم باش يطلع لي الفيديو شوية. شوفوا بالنسبة للسكر، عمرت الكاس الأول، زدت الكاس الثاني، الكاس الثالث ما عمرتوش مليح. شوفوا كيما راكو تشوفوا فيه، خليتو كاس غير ربع. راكو معايا، درت 2 كيسان، الكاس الثالث عمرتو كاس غير ربع. نديرو هكذا عود تاع قرفة، لازم نديرو القرفة يا البنات في الحمل حلو. نزيدو هكذا وحدة تاع نجمة الأرض، كنت موجدتها البنات وداتها بنتي، سرقتها وهربت بيا للشومبرا. نديرو هكذا وحدة تاع نجمة الأرض، تقدروا ديروا حتى لزوج. هنايا نزيدو مغرف ممسوحة كبيرة تاع الزبدة. كيما راكو تشوفوا الطريقة سهلة البنات. وشنو المقادير؟ لازم تتبعوا المقادير باش ما يجيش معكم مسكر وما يجيكمش ناشف، فهمتوني؟ والطياب تاعو البنات لازم تعسوه، ما تخليوهش هكذا، ما تخليوش فوق النار عالية وتخليوه. شوفوا هنايا الماء درت 2 كيسان، هذا الكاس الثالث وهذا الكاس الرابع درت درت 5 كيسان البنات. راكم معايا معمرين مليح. جاتني درت 6 البنات 6. قلت لكم جاتني سوا 6 كيسان تاع الماء مع 2 كيسان، والكاس الثالث درتو كاس غير ربع تاع السكر. راكم معايا؟ هنا درت مغرف صغيرة تاع لافاني البنات. هنا جيت للزبيب تاعي المجفف. خيروا نوعية شابة تكون كبيرة شوية. عندي البرقوق، عندي رطل بصح ما نديروش كامل، ندير ميم با النصف تاعو. هنا كيما حبيتو البنات، تحبوا تكتروا زيد كتروا. انا البرقوق ما ياكلوهوليش بزاف، عليها ما كترتش. عندي شوية تاع كيوي هكذا شريتهم، شريت 3 حبات هكذا تاع كيوي، وحبيبات هكا تاع لي سيغيز. كيما تعرفوا هاد الفواكه المجففة غاليين بزاف البنات، سماتك نشرو غير شوية شوية، حبيبات حبيبات غير باش نشبحو بيهم. هادوما اناناس شريت غير 2 حبات. زدت شريت كمية قليلة تاع المشماش كيما راكو تشوفوا، المشماش شباب. هنا البنات لازم نحكموا الفواكه المجففة تاعنا، نديرو لهم الماء سخون، ضروري نديرو لهم الماء سخون هكذا نعمروهم ونخلوهم حوالي 5 دقايق حتى ل7 دقايق حتى ينطلقوا معانا. من بعد البنات نجيبو الكيوي لي سيغيز تاوعنا نديروهم وحدهم. كيما الاناناس البنات تقدروا ديروها مع المشماش نورمال. شوفوا بالنسبة للبرقوق البنات، تحبوا تفوروه فوروه كيما حبيتوا، تخافوا يكون عاصي ولا، وتشلال تاعو يكون حتى 3 خطرات 4 خطرات بالماء سخون، ما تشلوش غير خطرة كيما الفواكه الاخرين. نديروا لهم هكذا الماء سخون يغلي تكونوا سخنتوه مليح. هنا عندي هاد القارص نقي به التفاح من بعد. هنا بعد ما تلقوا روحهم جبت هكذا صفاية، صفيو كامل الفواكه تاعكم، خلو غير البرقوق اللي نخلوه مع الاخر. كيما تعرفوا البرقوق ما يطولش في طياب، غير كانت النوعية تاعو ماشي شابة. ولو كان نديروه مع الاول البنات راح يطلق لنا الكحولية، لاصوص تاعنا تجينا كحلة ما تجيناش صفرة. هنا شوفوا كي درت السكر والماء بعد ما غلالي،
هكداك واحد ل10 دقايق لقيتو غلا، درت الفواكه المجففة تاوعي، ودرت هاكا زوج دو ترونش تاع الليمون. حنا نخليوهم يكملوا طياب واحد نصف ساعة ونعاودو نولوا ليهم. هنا قلت لكم جبت كمية من العصير كنت عصراتهم من قبل. شوفوا التفاحة هنا راني نوريها لكم، بنتي عضت لي منها ما شتهاش. نقيو هكذا التفاح تاعنا، كي ديروا بهاد الطريقة التفاح تاعكم كامل ما يكحلش البنات. ما تخموش كامل التفاح راح يكحل معاكم. نخليو هذاك المطرق اللي نشدو به التفاحة باش يجي المنظر شباب، هذا ما كان. نقلعوا الخماج هذاك اللي يجي من تحت ومن الفوق كيما راكم تشوفوا. قلت لكم كي ديروا هاد الطريقة تاع القارص كامل ما راش حيكحل معاكم. هاد الطريقة سهلة وبسيطة، زعما تقدروا حتى ديروا كونتيتي البنات. هنا اللي تكون عندها بزاف تفاح طيبوا وحده، انا كانت عندي غير زوج حبات عليها، طيبته درتو مع الاخر مع البرقوق. نتوما تقدروا طيبوا في طنجرة مع كاس سكر مع زوج كيسان تاع ما ونص، وتخلوه يطيب وحده. شوفوا هنا بعد نص ساعة كي توشيت هكذا كي شت الفاكهة تاعي لقيتها مازالت ما طابتش. واش درت؟ نقصت لها على النار البنات وخليتها زاد طابت 20 دقيقة واحدة أخرى. من بعد جيت لقيتها دخلها طيابو كامل. درت بعد ما صفيت العينة تاعي، جيت درتها في الطنجرة ودرت لها التفاح وغطيت عليها وخليتها تكمل طيابها. قلت لكم البنات التفاح تم يطيب، بالك وتغلطوا وديروه من قبل حتى تشوفوا الفواكه تاعكم طابوا، تشوفوا الزبيب طاب المشماش وكامل باش ديروا التفاح. هنا بعد ما طابولي جبت نص كاس تاع المزهر، انا نحب الرائحة تاع المزهر. زدت معاه نص كاس تاع العسل العادي كنت مطيباته في الدار البنات. ماشي لازم يكون تاع المشري. ماشي شاربات البنات، لازم يكون عسل تكونوا طيبتوه في الدار. شوفوا مع الاول تشوفوه خفاف لكم، ما تخافوه ما والو. تعاودوا تغطيوه واحد ل5 دقايق البنات، تعاودوا تولوا تلقاوه ما شاء الله، تلقاوه عقاد ولا لكم الله يبارك. وما تنساوش اللحم الحلو قد ما تخلوه قد ما يزيد يزيان ويعقاد. شوفوا هنا كيفاش قدمته بهذه الطريقة البسيطة. هنا كان عندي اللوزية البنات ونسيت باش نحمصه ونديرو من الفوق. راكو تعرفوا رمضان يدبدبنا كامل مع القهوة الكحلة، تكون خاصتنا السكتو برك يا البنات. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم. لأول مرة تشوف قناتي نقول لك مرحبا بك في القناة، نقول لك اختي ديري ابوني وفعلي الجرس الفوقه باش يلحقكم كامل الجديد باذن الله يا رب. اللي راكم معايا نقول لكم صحة رمضانكم، تصوموا بصحة ولهنا البنات، ولا غير بزاف بنين. تبعوا الوصفة وان شاء الله تخرج لكم كيما انا ما شاء الله. تعرفوني دايما نحط لكم وصفات من قلبي وما نخبيش عليكم. نقول لكم تهلاو في روحتكم، الى الملتقى ان شاء الله.